اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. من مطبخ الرضا بحييكم أحلى تحية، أحلى متابعين وأحلى عيلة بحبكم في الله. طبعا النهاردة معانا فيديو لذيذ وجميل وداخل جد جد بسرعة ما بيهزرش. طبعا الفيديو ده فيديو مشاوي وفيديو عزيز على قلبي جدا، لانه طبعا الفيديو دوت لابن اخويا ولزمايله، يعني كان عازم زمايله. بس طبعا قبل ما ندخل الفيديو ما تنسونيش في سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يشترك في القناة عشان يوصلوا مننا كل جديد. طبعًا زي ما أنتم شايفين يا حبايبي، إحنا دخلنا جَد على طول كده بتقطيع الفراخ والفراخ كده، وأنتم عايزين تقولوا أنتم بتعملوا إيه. اتصل عليَّ ابن أخويا وقال لي: "بسرعة يا عمتو الحقيني جاي لي زمايلي وتعالي ساعدي مع ماما، والنهارده أنا عازمهم على مشاوي." "هتشوي إيه يا حبيبي؟" قال لي: "هنشوي فراخ." طبعًا كان هو وابني وزمايلهم، وربنا يبارك في أولادنا ويصلح حالهم يا رب ويكفيهم شر أي حاجة وحشة. طبعًا عازم زمايله كل فترة كده بيعملوها عند حد من أصحابهم، مرّة على كفتة، مرّة على لحمة، مرّة على فراخ، يعني بقى بيلمّوا بعض كده شباب بقى ربنا يبارك فيهم. طبعًا لقيته طبعًا قُلت له: "حاضر يا حبيبي أنا جاي على طول." فأول ما رُحت لقيته حاطط ما شاء الله الطبق الكبير اللي أنتم شايفينه فيه 6 فراخ أو 7 فراخ. طبعًا هو جايبهم مش كبار أوي، من كيلو ونُص ل2 إلا ربع، لإن أنا قُلت له: "لو هتجيب فراخ ما تجيبش الفراخ الكبيرة عشان تستوي منكم في الشوي بسرعة." وطبعًا لإن الفراخ جات بدري، كانت حوالي الساعة تيجي لها 07:00، فطبعًا عشان نلحق إن إحنا نقطّع الفراخ ونجهّزها بسرعة وتلحق تشرب من التتبيلة، كان المفروض ده قبليها بيوم. فطبعًا عشان قُلت له: "ماشي 4 ساعات 5 برضه هتكون اتبّلت كويس." فكُنّا بنسعف بسرعة جدًا. غسلنا الفراخ وقطّعناها زي ما أنتم شايفين، ومسكناها نضّفناها، وأنتم عارفين محلول النقع بتاعي، ملح، خل، ليمون، دقيق لو موجود، معلقة من الزنجبيل، ومعلقة الزنجبيل دي بتحوش أي زفارة للفراخ. وطبعًا غسلناها، وده كان آخر حاجة كُنّا بنغسل فيها اللي أنتم شُفتوها دي. غسلنا الفراخ وطلعناها في مصفى وسِبناها لمّا تصفّي خالص، ورُحنا بسرعة جِبنا بالضبط قد نُص كيلو أو كيلو إلا ربع من الطماطم، وجِبنا كده قد نُص كيلو من البصل، وربع كيلو فلفل كده يكون spicy، أو ممكن تستبدليه ببارد لو عايزة، بس هُم كان الأمر بتاعهم إن الفراخ تكون حراقة، يعني تكون مشطشطة كده spicy. طبعًا إحنا عملنا لهم كده، فقُلت لهم هاعمل لكم التتبيلة والباقي هتكمّلوا أنتم الفيديو مع نفسكم. ضربنا طبعًا زي ما أنتم شايفين الطماطم ونزّلناها بالبصل بالفلفل، وحطينا عليها طبعًا 3 علب أو 4 علب من الزبادي، عشان الزبادي بتخلّيها juicy وطرية. عملنا لهم جنبيها سلطة، وعملنا جنبيها رُز أصفر. طبعًا أنا ما عملتوش بسمتي بصراحة، لإن هاجيب للعدد ده كلّه بسمتي منين، عملنا رُز مصري، بس حطينا له كركم فطلع جميل جدًا وطعمه كان تحفة. هتشوفوا السفرة بتاعتنا دي في الآخر وإن شاء الله هتعجبكم جدًا، علشان أنا هاسيب باقي الفيديو يتكمّل منهم هم ليكم، بصوتهم يعني. طبعًا حطينا زي ما أنتم شايفين الزبادي، ونزلنا كده بنُص كوباية من الخل، وزيّها نُص كوباية من الزيت، ونزلنا طبعًا بمعلقة من الصويا صوص، و3 علب من الزبادي، وطبعًا لو عندِك معلقة عسل نحل تحطيها، ما فيش معلقة عسل نحل ممكن تستبدليها بمعلقة سكر، ودي بتساعد في التسوية. طبعًا أنا ما حطيتش ملح خالص، وكانت الكارثة إن هُم كلوا الفراخ من غير ملح. فيا ريت اللي يعملها ما ينساش يا جماعة. أنا ساعتها طبعًا جهزت التتبيلة وسِبتها، وقُلت لهم أنتم بقى كمّلوا أبقى أحط الملح قبلها بساعة. طبعًا هُم نسيوا يحطوا الملح، وكلوا الفراخ من غير ملح، بس كان طعمها حلو لإن أنا دُقتها يعني. مش هاعملها وما آكلش منها يعني، لازم آكل منها، ده حاجة أكيدة. قُلت لهم: اوعى تاكل الفراخ وتخلّصها أنت وأصحابك وتنسى عمته." طبعًا معانا تتبيلة أو خلطة المشاوي زي ما أنتم شايفين، حطينا منها معلقة ودي كانت تكفي، بس طبعًا بنحب نزوّد بقى حاجات كده، بنحب نعمل كده إيه، يعني تكّات وحركات بتاعتنا بقى بتاعة أم أحمد يعني. زي ما أنتم شايفين حطينا بقى معلقة كده من الفلفل الأسود، معلقة كده من بهارات خلطة البهارات اللي أنتم شايفينها، بهارات اللحمة برضه، بهارات الفراخ sorry. حطينا معلقة من بهارات الفراخ، توم باودر، بصل باودر، زوّدناه، وطبعًا معلقة السكر اللي قُلت لكم عليها لسه هي بتحطها أهي. وطبعًا حطينا معلقة حلوة أوي كده من الشطة، ومعلقة من البابريكا. وطبعًا قلّبنا بقى الدنيا الحلوة دي، وكمان لو عندِك حبّهان مطحون كده، حطّي حبّهان مطحون مع جوزة الطيب بتدّي طعم ولا أروع. بدأنا بقى مسكنا الفراخ وقعدنا نقطّعها بقى بالسكينة كده. طبعًا أنا قُلت لها ارفعي الجلد كده وقطّعي من تحت الجلد عشان ما يتبهدلش، قالت لي: "باقول لِك إيه بقى، ده العيال دول هيتعبوني."
انا هعمل وخلاص. قلت لها اعملي وخلاص. برضو جيت اصفي الطماطم هنا يا جماعه واصفي الخلطه بتاعتنا، قالوا لي لا اعملي وخلاص. قلت لهم ماشي، بس انا بعرفكم يعني بجد بجد هي كانت الفراخ برضو تحفه، يعني على قد ما اتعملت من غير الطماطم ما تتصفى، بس كانت والله لذيذه. قلبنا هنا بقى كده الفراخ، واهم حاجه يعني عايزين نمسك الفراخ دي بقى نعمل لها مساج مع التتبيله. نفضل بقى ندعك فيها كده اهوت لما تشرب من التتبيله وفتره طويله، ونسيبها بقى بعد ما تشرب من التتبيله بتاعتنا كده. نروح حاطينها في التلاجة لمدة 5 6 ساعات، خدت وقتها وزيادة. واوعى تنسوا الملح. وباقي الفيديو هم هيكملوا معاكم، وشوفوا بقى وقولوا لي رأيكم. لا انت مكسوف. انت بضل يا عم والله العظيم انا كنت عايز اعمل عندي وقت اتحايل عليه يقول لي لا مره مش هتتكرر. ايه اللي بس اشوف ايه اللي بنت لا ده لا خد انا انا هتحرق. يس البتاع اتحرقت وانتوا واقفين يا جدعان. مش عارف اقلبها. اقلب، انا عرفت اشوف كانت عامله ازاي خلاص تعمل. اقلب دي يا انت بقلب دي. خليها عمك ما تسيبش من جوه خليها. هو مين اللي قلب دي؟ دي اتقلبت؟ ايوه لا يا انا سبت كده يا عم الجماعه. ايوه كده ارفع يا حوت لسه محمود أيوة. لسه سيبوها بقى راحتها. هسيب لها 10 دقايق وبعد كده اقلبها. 10 دقايق خلي تشيف 10 دقايق ساعه موبايل التليفون غير كبريت ثاني نص و40 دقيقة اقلبها. مع بعض اقول ولا اعمل كده 40 او 35 ولا 10 دقايق. قعدت 4 دقايق. مالتنا ما عملنا احنا لسه قايلين انا بقول لك يا ريت اكون عامل عندك عشان كنت قاعد بقى وبعدين بقى كاتب. لا بقول لي مره مش هتتكلم. تعال اعمل الصغيرة دي ولا الصغيرة دي عشان ما فيهاش حاجة. انت لازم نطلع. يا لهوي بس خلاص وهتتحايل عندي عليك. قلت لي لا عندك حيلت عليا ايوه هتتحايل والله. انا قعدت اطلع من عند ادم خلاص لا قلت لك كله كان قاعد ما حدش قال لك عني. ومش حد وانت اللي بتقول لي كل عمل ما عدا انت. رحت انت خلاص يا عم اعمل عندي. انا اقول لك لا ولا حاجه. في بدايه الكلام قلت لو هنعمل فوترك عند قلت لي ماشي خلاص بس انت لا الا تحترم اعترض. لا يا عم انا لا يا عم انا عملت اهو. عملت ايه؟ عملت ايه يا عم؟ على فكره مفيش انت اللي بتتكلم. خد قاعد عمر قاعد وزازه كل اللي قاعدين عايزين اهو. ولا لا 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 محدش قاعد يقول حاجه. لا قاعد يقول حاجه واعمل مش عملها كده. بس انت انا والله العظيم يا دوع يا اوعى رجليك اوعى. اتشغل صار فيديو بالفلاش. فلاش يعمل لها نعملها اي لا حول اي لا ما لسه هنا عشان ما تعلم زازا اي اوعى يا عم خلاص صور مصر. بس هي يا صابر لا لا التاني ما ياخد وش هتبقى احسن. حلو تبقى على طول. كله شغال. الناس عماله تشكي. قلبت اي عبيط. ما دام تعملش اصلا دي. لا بتعمل يا عم اوعى اي دي لسه ولع في وشي. كله شغال. ما محمود قلبها. حلو كنا عملنا من الصبح على فكره. لما انت عندك سلطه عشان ما كنتش جايب السلطه. تعالى ما انت كملوا وقفوا يا ابني اطلع. هم اللي كانوا قاعدين على فكره. لو كنا جينا وشغلنا هنا كنا هم ده رز ما بياخدش نص ساعه اصلا. هي بتعمل انت كده خالص. يا اسطى طب تجيب لي عصيره. انا كنت تحت. ماشي هنقعد شويه احنا هنفضل واقفين هنا. فين انا محمود؟ هنا ولا ايه؟ لا لسه في واحده ثانيه. عيان محمد عشان تعمل كلام حاول تحت انا حموت. حاسس ان هو جاب كلام مش فراخ. اوعى
خدته مني. تليفونك خالص. ايوه انا عارف. لا في تليفون اهو، في تليفون اهو. بس اسمه بيقول لا في